السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدًا القعدة دي، بقى لي كتير أوي ما قعدتهاش واتكلمت وفضفضت من قلبي، والنهارده هنتكلم عن حاجة عظيمة، عن قوة ما حدش بيتكلم عنها كتير، وأنا عايزة أسميها قوة. هي مش صوتها عالي ولا باينة في الصور ولا بتاخد لايكات كتير، وفي حتى قوة ستات مش بتظهر. أنا بس هاتكلم عن حاجة موجودة كل يوم في بيوت كتيرة أوي حوالينا. القوة دي زي ما قُلت هي الست اللي لسه واقفة رغم كل حاجة. الحلقة دي أنا مش عايزاها مجرد كلام، أنا باعتبرها حضن، وباعتبر إن أنا باتونس بأي حد بيسمعني وأي حد بيكتب comment أنا باتونس بيه. أنا باقدم تحية ويمكن كمان دعوة من قلبي لكل ست لسه ماسكة نفسها وما استسلمتش. تحية لكل واحدة بتقوم من النوم وهي أصلا تعبانة وجسمها مش قادر، بس أول حاجة بتيجي في دماغها ولادي. مش أنا محتاجة أرتاح ولا أنا مش قادرة أقوم، لأ أنا لازم أقوم علشانهم. تحية لكل أم بتضحك قدام ولادها وبتستخبى وبتبكي لوحدها علشان بس ما تكسرش صورتها قدامهم. تحية لكل ست شايلة مسؤولية أكبر منها بكتير، بس عمرها ما قالت أنا مش هقدر، رغم إنها من جواها كانت على وشك إنها تقع. خليني أقولك حاجة بصراحة، انتي مش قوية طول الوقت ومفيش حد أصلا قوي طول الوقت، بس انتي بتقومي كل مرة وده في حد ذاته قوة كبيرة. عارفة الإحساس لما تبقي مش قادرة تتكلمي، مش قادرة تشرحي، بس انتي مضطرة تكملي يومك عادي جدا. لما تبقي شايلة هم الفلوس وهم البيت وهم صحة ولادك وهم نفسك وكل ده فوق بعضه محدش شايفه، الإحساس ده تقيل قوي. أنا حاسة بيكي. يمكن في أيام بتنامي فيها وانتي حاسة إنك فشلتي، إنك مقصرة، إنك كان ممكن تعملي أكتر النهاردة، بس الحقيقة انتي بتعملي اللي تقدري عليه وزيادة، صدقي ده. ويمكن محدش قالك قبل كده، بس أنا هقولها لك دلوقتي، انتي كفاية. اه والله انتي كفاية، بكل تعبك بكل محاولاتك بكل خوفك انتي بجد كفاية. كل مرة حضنتي فيها ابنك وهو زعلان، أو كل مرة سمعتي له حتى وإنتي مش فاضية، كل مرة صبرتي على تعبك علشانهم، كل دي حاجات بتفرق حتى لو مش باينة. ولادك يمكن دلوقتي صغيرين أو مش فاهمين حجم اللي انتي بتعمليه، بس هيكبروا وهيربطوا الأمان باسمك انتي، وهيفتكروا انك كنتي دايما موجودة في كل لحظاتهم. لما تعبوا في المدرسة، لما اتخذلوا، لما اتضايقوا، لما عيطوا، هيفتكروا كل حاجة، هيفتكروا ان انتي كنت دايما موجودة جنبهم. عارفة أصعب جزء ايه؟ انك تبقي محتاجة حد يقولك انتي تعبانة، طب تعالي انا هساعدك، بس يمكن محدش بيقول، فتضطري تبقي انتي كل حاجة، الأم والأب والسند والحضن والقوة، حتى وانتي من جواكي محتاجة كل ده ليكي انتي، بس انتي بتديهولهم وبتديهولهم بقلب كله طيبة وحنية. بس خليني أقولك حاجة تانية، انتي ليكي حق تتعبي، ليكي حق تزهقي، ليكي حق تقولي أنا مش قادرة النهاردة. القوة مش إنك تفضلي دايما ثابتة، القوة إنك لما تقعي تقومي، حتى لو ببطء، حتى لو بوجع. ولو مفيش حد بيشجعك، خلي صوتك الداخلي هو اللي يشجعك. قولي لنفسك أنا بعمل اللي عليا، أنا بحاول، أنا لسه واقفة وبعافر. ودي جمل مش سهلة خالص، أنا بعتبرها بطولة أصلا. عارفة، في أطفال كتير عايشين مطمنين بس علشان في أم قررت تفضل واقفة حتى وهي تعبانة. في بيوت مستقرة مش علشان الدنيا سهلة، لكن علشان في ست اختارت ما تستسلمش. فلو انتي واحدة من الستات دي، أنا بجد فخورة بيكي، وانتي لازم تكوني فخورة بنفسك. حتى لو محدش قالك، حتى لو محدش شايفك، ربنا سبحانه وتعالى شايفك و... وسمعك، وشايف سعيك وشايف نيتك، شايف كل مرة كسرت فيها ضعفك وقلتي لأ أنا هكمل. ويمكن تعبك ده
هيكون سبب في راحة كبيرة ليكِ قدّام، يمكن دعوة من قلب ابنِك تفتح لِك أبواب عمرِك ما كنتِ تتخيليها في حياتِك، فما تستهونيش بنفسِك ولا تقللي من اللي بتعمليه أبدًا، أنتِ مش بس أم، أنتِ أمان، أنتِ حكاية كاملة لحد تاني. وقبل ما أختم خلّيني أدعي لِك من قلبي، يا رب قوّي كل ست تعبانة، يا رب اربط على قلبها وهوّن عليها اللي شايفاه صعب، يا رب ادّيها طاقة تكمّل وسَنَد حتى لو من غير ناس، أنت يا رب سَنَد كفاية لكل حد، وطمّن قلبها دايمًا إن تعبها دايمًا مش هيروح هدر، هيقعد لِك في ولادِك وفي الزرعة اللي أنتِ بتسقيها يوم بعد يوم. سؤالي ليكم قبل ما أسيبكم، إيه أكتر حاجة بتخلّيكِ تكمّلي رغم كل التعب اللي أنتِ بتشوفيه؟ ولو في كلمة نِفْسِك حد يقولها لِك دلوقتي هتكون إيه؟ مستنياكِ وهاسمعِك من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.